وهؤلاء كلما أرادوا أن يخرجوا من ورطة زادوا، مثل ما قال عن اليهود في أيام من كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله. هذا نفسه، كلما أوقدوا نار الحرب، حرب الله ورسوله، أطفأ الله. وكلما أرادوا أن يسلكوا مسلكا لإنقاذ كراسيهم أفشله الله، لأنهم لم يستحقوا من الله أي شيء من النصرة أو البركة بعد أن أعطاهم هذه الأموال الطائلة والإمكانيات الهائلة والأموال التي تصل بالمليارات، فأضاعوها شر إضاعة. لم يطوروا بها أنفسهم ولا أممهم ولا نفعوا بها الإسلام والمسلمين، وأكلوا أموال الناس بالباطل. فلا بد أن تأتي العقوبة. ما يمكن، لا يوجد، مثل ما يقول الإنجليز there's no free lunch، ما في غدا مجاني، لازم تدفع ثمن. هذول أكلوا أكل مش غدا، أكلوا الجبال والسهول والبلاد بأكملها، فلا بد أن يدفعوا الثمن. والثمن لا يظن الإنسان فقط دفع ثمن يكون يوم القيامة. وش كذلك الشعب الذي سكت عليهم، أو اللي أغمض عينيه، واللي إلا المضلل والمخدوع الذي فعلا عن قناعة يعتقد على الحق، وهذا عز نرجو الله أن يرحمه. لكن هذا سيذهب في الأرجل، كما ذكر على الجيش الذي يأتي غازيا الكعبة، هذا لم يأتي بعد، فيخصف بأولهم وآخرهم، ما يبقى الاثنين ثلاثة يخبرون عنهم. فقالت نبي الله أم سلمة أو حفصة أو عائشة، وورثها أكثر من صحابية، أكثر من زوجة النبي، كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم الصالحون وفيهم المكره. ما معقول الجيش كله يكونوا موافقين، في ناس مكرهين. قال يخصف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم. يوم القيامة تبان النيات. أما في الدنيا الخسف يأخذ الجميع. ما في والله خسف يقول لك لا أنت ابن حلال روح على جنب بخسف بك، لا، الخسف يبلع الجميع، والزلزال يضرب الجميع، الصالح والطالح، والقنابل بتسقط تقتل الجميع، الكبير والصغير، والحر والعبد، والذكر والأنثى، ما تبيض بين أحد. ويوم القيامة كل واحد يأخذ حقه عندما تأتي الموازنة النهائية. لكن في الدنيا ستصيب الكارثة الجميع، فاحذروا، انتبهوا.